دي اليافطه اللي اتقطعت في اول شارع محمد محمود. ده على فكره انا ابو الشهيد رامي رمزي. طبعا انا سمعت من ناس صحابي، لان انا ما بتابعش على نت ولا على فيس، سمعت من ناس صحابي بيقولوا ان انا اللي قلت للناس تقطع القرآن او تقطع البانر اللي عليه قرآن. اولا البانر اللي اتقطع ما كانش عليه قرآن، وانا اللي كنت بقول للناس ما حدش يقطع حاجه، مع ان احنا في اليوم دول صور ابني، صور ابن الشهيد رامي وصور مينا دانيال والاسامي بتاعت الانترس كلها اتلخبطت بويا. طب ايه رايكم في شهداء مصر لما الصور بتاعتهم تتلخبط؟ وايه رايكم لما يقولوا الصوره فكره وليس ذكرى؟ يعني احنا مالناش ذكرى عيالنا. حاجه ثانيه، انا طبعا واعي الناس دي بتنزل ليه؟ ماشي؟ الناس دي قبل الانتخابات بيبتدوا يزقوا الناس ديت، الاخوان بيزقوا الناس دي عشان احنا نخبط في السلفيين والسلفيين يخبط فينا. مع ان احنا معانا ناس كتير قوي من الشباب السلفيين كويسين معانا، بس انا راجل قبل ما تيجي تطبق عليا الشريعه اكلني وهات لي دم ابني واديني حريتي وبعدين تعالى قول لي شريعه. منين انت بتقول لي شريعه والناس اللي جم بيتكلموا على الشريعه وبنشوف منهم اللي بيقطع مناخيره وبتاع الطريق الزراعي في وضع فاضح في الطريق العام ويتحاكموا وازاي احنا نمشي وراهم؟ طب هم ليه ما وقفوش معانا نجيب دم عيالنا؟ قبل ما تقول لي تعالى طبق عليك الشريعه هات لي دم ابني، دم بدم، وبعدين نيجي نطبق شريعه، ابقى انا موافقك. لكن انا اولا انا ابو رامي كل زمايلي اللي معايا يعرفوني كويس قوي، كل الناس اللي بتنزل الميدان تعرفني كويس قوي، انا عمري ما هاجي في يوم ان انا اقطع كلمه عليها اسم الله. ولذلك انا بقول كده، وكل الناس الثوار اللي في البلد بيقولوا كده. الناس بقى اللي قالت عليا كده هي الناس اللي عايزه تشوه صوره ابو رامي، لان انا معروف راجل محترم، انا لا انتمي لاي تيار سياسي، انا نازل عشان دم ابني ولحد ما اموت يحصل ابني يجيب حق شهداء. وانا ما بسيبش حاجه الا لما اقف فيها، ما بسيبش حق مصابين، ما بسيبش حق شهداء. انا مش شايف حاكم ادانا حقنا دم بدم. انت اديت في اسمي في العريش اديت 14 اعدام و10 تأبيده، واحنا عندنا الافات الشهداء، ادونا ايه؟ ما حكموش واحد، ادوا ساعه. مش الرئيس كان بيفتح قميصه وبيقول ان ما جبتش حقهم حاسبوني؟ طب ادينا بنحاسبك. واحد بيأخون الباوله، واحد بيجيب قروض، مش كانوا بيقولوا القروض حرام؟ مش هم بيقولوا كده بتاع الشريعه القروض حرام؟ الوقت بقت القروض حلال؟ فين؟ بيقول هنعمل محاكمات تاني، فين؟ بعد العيد ما بيتفتش كحك، احنا ناس ولاد بلد. انا مش شايف حاجه، انا شايف هو القصه دي كلها منزل لنا الناس دي وكل جمعه وكل جمعه عشان يهددونا ويخوفونا ويخوفوا الثوار بعد معركه يوم 12 مع الاخوان. لان الاخوان دلوقتي بينزلوا في قلب السلفيين ويدبوا فينا، وهم اللي اتحرشوا بينا، وهم اللي ضربونا الاول، والجمعه اللي قبل منها كانوا واقفين ماشي واتحرشوا بينا وكانوا جايبين اللواءات والشرطه على امل هم يضربوا فينا ويرجعوا ياخدونا من الناحيه الثانيه. انا قلت للشباب لا، ده يومهم وسيبوهم يقضوا يومهم ويتوكلوا على الله، ما فيش اي خلاف بيننا وبينهم، احنا خلافنا مع الاخوان، لان هم الاخوان لو من الاول وقفوا على دم الشهداء، وقفوا وجبنا حق الشهداء، كنا شلنا جزمه محمد مرسي فوق دماغنا. لكن محمد مرسي بياخد كل الناس وقت ما بيحتاجهم، خلصت مصلحتهم بيرميهم ويدوس عليهم. خد اهل الشهداء خطوه بعد كده ما اعرفش عنهم حاجه. عمل ايه هو اهل الشهداء؟ احنا عايزين دم، عايزين دم بدم، عايزين نشوف واحد يتحاكم وخد تأبيده عشان شهداء، مفيش حد. فانا ما حصلش مني الكلام اللي اتقال او اللي اتشهر على النت، والصوره اللي اتقطعت دي صوره اعلام وفي ناس مصوراها، لان انا عمري ما اعمل اي حاجه زي كده، وانا ما بخافش الا من الله. واللي هم بيعملوه ده حرب معايا، انا ما عنديش حاجه عشان اخاف عليها، ولا انا راجل اصلا رئيس حزب، ولا انا صاحب حاجه، انا صاحب دم وليا دم، وهم ما عندهمش دم. وانا للاول والاخر اللي مش هينزل ويقول حق الشهداء الاول قبل شريعه وقبل اي حاجه ملوش اي حاجه عندنا. هم ما وقفوش معانا على دم. ما فيش واحد من السلفيين عالج مصاب، ما فيش واحد من الاخوان عالج مصاب، ما فيش واحد من الاخوان ولا السلفيين راح دور على اهل الشهداء قال لهم تعالوا نعمل مسيره ولا نكلف في ستيتش قد اللي كلفوه ليهم هم لمصالحهم. صح ولا لا؟ بس